هو ينفع مسرحية كوميدية تبقى عميقة؟ أول ما حد هيسمع السؤال ده غالبا هيضحك ويقول لك سيبوا المسرحية في حالها، حتى الكوميديا عايزين تحطوا لها فلسفة. استنى بس، احنا مش بنعمل فلسفة، احنا بنحاول نفهم ليه بعد عشرات السنين مسرحية زي سيدة الجميلة لسه بتتشاف ولسه بنضحك وفي نفس الوقت بنتعاطف. ده معناه إن العمل كان بيقدم أكتر بكتير من شوية إفيهات وتعدي. المسرحية ما كانتش عن تعليم الإتيكيت. وتعالوا نحكي قبل ما كمال يقابل صدفة كان شغلته إيه. كمال كان راجل متخصص في تعليم الأمراء وأبناء الطبقة الأرستقراطية آداب السلوك والبروتوكول. وفي يوم فرحه بيكتشف إن العروسة على علاقة بأفندينا اللي هو أصلا كان صاحب اقتراح الجوازة دي. كمال هرب وأفندينا عمل مكافأة كبيرة للي هيقدر يقبض على كمال. فكمال بيروح لحارة شعبية يستخبى فيها، وهناك بيقابل صدفة. صدفة بنت نشالة فقيرة غلبانة، بنت راجل نصاب سكير، وعندهم بيت مسمينه السرايا، وهيروح هو يأجر شقة فيه. في الظاهر قصة عن راجل مثقف بيعلم بنت شعبية الاتيكيت، لكن الحقيقة أن كمال من أول لحظة ما شافش صدفة كإنسانة، هو شافها مشروع وتجربة فنية شخصية. لو نجحت يبقى هو اللي نجح، ولو فشلت يبقى هو اللي فاشل. يعني الموضوع كان إثبات ذات، مش إنقاذ مش إنقاذ إنسانة. الأسطورة القديمة اللي اتبنت عليها المسرحية بتقول إنه في نحات اسمه بيجماليون عمل تمثال لست وحط فيها كل مواصفات الجمال اللي في خياله، وفضل يدعي الآلهة لحد ما دبت فيها الروح عشان يكون ده إبداعه هو الخاص بيه. لكن هنلاقي إن سيدات الجميلة بتقلب الأسطورة دي رأسا على عقب. كمال ما صنعش تمثال، كمال كان بيحاول يعدل صورة يتباهى بيها في البلاط ويقدمها إنها مراته. لكن المفارقة إن اللي اتغير في النهاية مش صدفة بس، اللي اتغير هو كمال نفسه. حب الإنسانة اللي رفضت تتحول لتمثال جامد من صنعه أو نموذج هو عمله. الحقيقة إنه الكاتبين سمير خفاجي وبهجت قمر كانوا منصفين في عمل الشخصيتين دول، ما خلاش كمال شرير ولا عمل صدفة ضحية. كمال كان يعرف البروتوكول والإتيكيت، بس أول مرة يتعامل مع إنسانة خارج كل القواعد اللي في دماغه، وصدفة تعرف الناس والحياة ودخلت عالم جديد عليها تماما. من هنا بقت الرحلة رحلة تعلم للطرفين، مش درس بيديه طرف للتاني. الصدفة اتعلمت قواعد المجتمع الجديد، وكمال اتعلم لأول مرة يشوف الإنسان قبل ما يشوف طبقته. وبرضه هنا في عبقرية للنص. صدفة اتعلمت تتكلم وتتصرف، لكنها عمرها ما مسحت شخصيتها ولا اتنكرت لأصلها. لما حاول كمال ينهي التجربة ويديها الفلوس، وقفت بصوتها: أنا صدفة يا كمال بيه، البنت الكحيانة، بنت الحارة الغلبانة، وافتخر إنها أنا إنسانة غصب عنك إنسانة. وقالت له: الشمس هتطلع من غيرك
ومش هتفرمل من غيرك، وأنا هفضل من غيرك إنسانة. وهنا ما كانتش بتدافع عن نفسها بس، كانت بتدافع عن حق أي إنسان إنه قيمته ما تتحددش بالمكان اللي جاه منه. المسرحية بتسخر بذكاء من المجتمع اللي بيصدق المظاهر واللقب والصورة، وينسى الأصل والجوهر لمجرد إن القالب شكله براق. وأجمل ما في النهاية إنها هدمت كل اللي بناه كمال. الراجل اللي بدأ الحكاية وهو شايف صدفة مشروع، انتهى وهو مكتشف إنه وقع في حب الإنسانة نفسها. الكاتب ختم المسرحية باستدعاء ذكي في الأول. صدفة سرقت فانيلة كمال، فبقى إفيه كوميدي بيقول فيه: قميص بست زراير وكرافتة مربوطة وسديري وجاكيت، وفي إيد سرقت الفانيلا. إزاي؟ معرفش. يرجع يقول لها في آخر المسرحية: قدرتي توصلي للقلب وتسرقيه. إزاي؟ معرفش. نفس الفكرة، لكن بقت سرقة قلب، والطعم التأثر. ودي قيمة سيدتي الجميلة. مسرحينا ما اكتفتش إنها بتضحكنا، قدمت شخصيات حقيقية وأفكار لسه حية بيتعمل منها نسخ كتير، لكن بتبقى هي الأصل. كل ما نرجع لها نكتشف إن ورا الضحكة حكاية أكبر بكتير. كانت معاكم مها جمال، وإلى اللقاء في حلقة أخرى وخلف الجدران وحكاية تانية.